حياكم الله اخوتي سواق التاكسي. ظلم وزارة النقل وتحديدا الهيئة صار بدون ملح. هذا الوصل انا مسدد بشهر الخامس، ومثل اي ابو التاكسي كل شهرين والثالث اسدد. هذا بشهر السابع. السنوي يسقط بشهر السابع ايضا، بس باقي له 20 يوم بوقتها. يا برد اجدده، قال لا يسقط يلا جدده. اليوم نص صباحيات اول كروه زمون الهيئة قص الوصل. يابا ليش؟ قال السنوي ساقط. يابا اوكي ما طبيعي يسقط شهر وشهرين ونسد، ما صار سنه. قال لا يا ابو الحل، قاعد روح وصل كروتك، تعال راضينا بريوق ونساهل بمبر الوصل. شنو؟ يعني هي عيشتنا قوه واعطيك رشوه؟ لا اخسر اضعاف، ادفع 100 و200 وما اعطيك رشوه. اخوتي سواق التاكسي، نبقى ساكتين على الظلم؟ ما اقول لك اناشد وزاره النقل، لا تدري وزاره النقل والحكومه كلها تدري ومغلسه. لو نوقف وقفه حقيقيه، لو نبقى ينداس علينا. لا عندنا خدمه مثل الاوادم نطبق به بالمجمعات التجاريه مثل باقي الدول. هاي العتاوه بما يسمى الضريبه، ليش ندفعها؟ مقابل شنو؟ اكو خدمات بالشارع؟ طبعا حتى ريقي بس من ما احترقت اعصابي. ليش وقت نبقى عايشين بهذا الظلم؟ ما عندنا اي احترام كسواق تاكسي. وانتو اخوتي انا متاكد اغلبكم نفس حالتي، بين ايجار، بين خريج وما لاقي فرصه عمل، بين التزامات، بين مريض، بين غيره. هيك انا ابقى متذكر اللي يسقط الوصل وثاني يوم مباشره اروح اجدده. كافي ذله ومهانه. لكم نيه تتحركون؟ اي شيء ببالكم، وقفه احتجاجيه، مظاهره، شنو اللي ببالكم؟ لازم اقل تقدير انه تتوقف هاي السوالف الخط والبحث الى ان تتوفر حقوقنا. ليش ندفع هاي المبالغ واحنا كل شيء ما محصلين؟ تحياتي لكم.